السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وعلى اتم الصحه والعافيه. مرحبا بكم معايا في نسمات اشرف وايمان. اليوم ان شاء الله جيتكم بواحد الاقتراح نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، اللي هو مربى كوفيتور. كنصايبها واحد الطريقه زوينه بزاف، كتجي رائعه، كتجي لذيذه وبمقادير جد بسيطه. نتمنى ان شاء الله تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا على المقادير وعلى طريقه التحضير. وعلى بركة الله، اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى. بالنسبة للمقادير غادي نحتاج كيلو تسانيده، غادي نقص منه كاس. عندي 2 حبات تاع البرتقال، 2 تفاحات، 2 ليمونات يعني الحمض، 2 حبات تاع الحمض. وغادي نحتاج نص سطرو ديال الماء. ولي غادي نحتاج بالنسبه لي انا درت النص ديال المقادير، يعني ممكن نتوما ديروا كتر على حسب. الا بغيتو تضاعفوا المقادير ممكن تضاعفوا المقادير. في الاول كناخذوا الليمون يعني البرتقال، كنحيد ليه القشره ديالو، كنحاولوا نحيدوا ليه داك الابيض، يعني نقيو الليمون يعني نقيو كاع الفواكه، كنحيدوا لها القشره ديالها وكنحيدوا ليها هذاك الشيء الابيض وكنقيوها مزيان. كنقيو الليمون كنحيدوا ليه ديك القشره البيضاء اللي كتكون لداخل، يعني كنحاولوا ما نخليوهاش. يعني كيجي هاد الكوفيتور يعني كيجي رائع بزاف. كذلك التفاح كنحيدو ليه القشره ديالو ومن بعد غادي نقيوه، يجي غزال بزاف. ومقادير كما كتشوفوا يعني بسيطه، وممكن تضاعفوا المقادير. بالنسبه لي انا درت النص في المقادير، يعني ما درتش المقادير كامله، درت النص. الا بغيتوا تضاعفوا المقادير ممكن تضاعفوا المقادير وديروا الضعف ديال الكميه اللي درت انا. وهنايا كناخذوا الحامض اللي قشرت. بعد ما كنقص الفواكه ديالي كاملين كنحيد لهم ديك الزريعه اللي كتكون داخل العلفه ديالو، يعني كنحاول نحيدو من العلفه، نحيد ليه العلفه ديالو، وكنحيد ديك الخطوط اللي كيكون لداخل كما كتشوفوا. يعني كنقيوه مزيان وكنحاولوا نقطعوه مربعات، يعني بشكل عشوائي، يعني كنقطعوه صغار، طيفات صغار. يعني حاولوا، كاين الحامض يعني كاين اللي كيكون فيه بزاف الزريعه الداخل ديالو، كنحاولوا ما نخليو فيه حتى حاجه. وكنحيو ندير ليه داك الشيء الابيض، ديك الخيوط اللي كيكونوا فيه. ومن بعد كناخذ التفاح حتى هو نفس الشيء، كنقيوه، كنحيد ليه داك العلفات اللي كيكون داخل ديالو وكنقطعوه نفس الطريقه. يعني صراحه ما كيطلبش الوقت وكيجي واحد المربى اللي هو زوين بزاف ومختلف. ان شاء الله غادي تشوفوا النتيجه، يعني كيجي مختلف على مربى اللي كنصاوبوا العاديه. هانتوما الليمون حتى هو نفس الشيء، كنحيد ليه الزريعه ديالو كنقيه مزيان، كنحاولوا داكشي القشره البيضاء اللي كتكون داخل كنحاولوا نحيدوها، وكنحيدوا ليه العلفه ديالو حتى هو، وكنقطعوه بنفس الطريقه. ونتمنى ان شاء الله تجربوا هذا الكوفيتور، هذا المربى، يعني كتجي رائعه بزاف واكيد غادي تعجبكم ان شاء الله. صافي كنكمل بهذه الطريقه حتى كنسالي كاع. صافي بعد ما قطعت الفواكه ديالي كما كتشوفوا غادي نحطهم في كاميله او كوكوت، يعني الحسب، المهم يكون اناء غارق باش يلقى فين يطيب. كنضيف ليه نص سيطرو ديال الماء وغادي نحطو فوق النار حتى كيغلى، يعني حتى كطلع معاه الغليه. وهنايا بعد ما خليته حتى غلا، يعني حتى طلعت من هذيك الغليه الاولى، خليته حتى برد شويه وخديت الخلاط غادي نطحنوه فيه. وبالنسبه للناس اللي كتوفروا على الخلاط تاع الزاج، يعني ممكن يطحنوه هو سخون، غير هو انا خليته حتى برد شويه عاد طحنته. ودابا غادي ناخذ الصفايه فاش غادي نصفيه.
يعني ضروري ما تصفي بهذه الطريقه هكا، باش حتى الا بقات شي علفه ديال الحامض ولا شي حاجه ديال الليمون يعني كتكون صفيتيها. صافي من بعد ما صفيتو غادي ناخذ كامله، غادي نرجعو تاني الكامله وغادي نضيف ليه السكر. وبالنسبه للسكر البنات يعني درت كيلو ولكن نقصت منه كاس، ما درتش كيلو كامل. صافي غادي نضيفوا الخليط ديالنا المربى ديالنا وغادي نحطها فوق النار مع التحرك. صافي وهنايا حطيتها فوق النار، كنبقى نحرك فيها هكا بالملعقه الخشبيه والنار تكون متوسطه كما كيبان لكم، يعني كتبقى تحرك كل شويه. وهنايا كما كيبان لكم يعني كطيب وكدير ديك الرغوه. كناخذوا شي معلقه هكا ديال الخشب ولا شي حاجه، كنبقاو نحيدوا لها ديك الرغوه هكا من الجوانب وكنخليوها حتى كيتبدل اللون ديالها، حتى كيصير اللون ديالها اللون ديال الكونفيتور هكا لون ذهبي. وهنايا بعد ما تغير ليا اللون ديالها ولا اللون المربى لون ذهبي كنطفي عليها كما كيبان لكم، يعني اللون ديالها تبدل، يعني ما كتجمعش كتبقى غير هكا، يعني غير اللون هو اللون اللي كيتبدل. كنطفي عليها وكناخذ قرعه تاع الدجاج غسلتها مزيان وعقمتها وكنمسحها بشي زيف من الداخل، يعني ما بقاش فيها الماء نهائيا باش ما تطرطقش لينا ولا شي حاجه، حيت كي كتعرفوا يعني غادي نحطها فيه وهي باقا سخونه، يعني هي باقا سخونه غادي نخويها هكا في القرعه، غادي نكبها في القرعه. تقريبا عطاتني قرعه وربع هي اللي عطاتني، غادي نكبها في القرعه وغادي نسد عليها مزيان وغادي نحطها على جنب هكا حتى الغد ليه، كنخليها تبات عاد كتجمع، يعني ما كندخلها للثلاجه ما والو، كنخليها غير هكا محطوطه حتى الغد ليه. وها هي الكونفيتور ديالنا الغد ليه بعد ما خليتها تابت ليله كامله. كي قلت لكم يعني خارج الثلاجه ما دخلتها للثلاجه ما والو، خليتها هكا محطوطه في الكوزينه هكا. كي كيبان لكم اللون ديالها يعني واحد اللون زوين بزاف صراحه، وحتى المذاق واحد المذاق اللي هو رائع بزاف، وكتجي قطع يعني كيبان لكم يعني مجموعه هانتوما، يعني كتجي قطع ما كتجيش سائله، يعني كتجي قطع كيقطع وكيكون المذاق ديالها لذيذ صراحه. المذاق ديال الحامض والمذاق ديال الليمون والتفاح يعني كيكون واحد المذاق اللي هو زوين. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وكما العاده الا عجبكم هذا الاقتراح ما تنساونيش من لايك ومن التشجيعات ديالكم والتعليقات ديالكم زوينه، وكنشكركم بزاف بزاف. الفيديو الجاي ان شاء الله، في امان الله.